حياكم الله جميعا. واليوم في مهرجان الشارقة في الدورة 19 اللي انطلق، يعني مع سلسلة مهرجانات مرت على هذا الحدث برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور الشيخ سلطان بن محمد الغاسمي حفظه الله ورعاه، اللي يستحق هذه التحية الكبيرة في تواجد الشعراء جميعا في هذه الأرض الطيبة. الأول أنا ما أعرف يعني أكتب أوراق وأسوي وأحط وأشيل وأجي، لأن الشعر في بساطته يصل، لذلك يكون كذلك التقديم في بساطته يصل. اليوم مثل ما بدينا في رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان الغاسمي، اليوم نصل يعني لمسك الختام، ومسك الختام يحظى كذلك برعاية كريمة وكذلك تواجد من ينيرون الشعر ومن يدعمون الشعر ومن يتواجدون دائم بصف الشعر وبصف الشعراء في كل أمسية وفي كل محفل وفي كل مجال. أجد يعني شيوخ الإمارات الغواسي هم أول من يسعى لنهضة الإبداع والتراث والتراث. لذلك يعني تحية لحضور اليوم الشيخ سعيد بن صقر الغاسمي نائب مكتب الحاكم في مدينة خرفكان، وكذلك الشيخ هيثم بن صقر الغاسمي نائب مكتب الحاكم في كلب. شاعر من الشارقة، شاعر مبدع في كل تفاصيل الشعر، واسم مهم ومن كبار الشعراء في الساحة الإماراتية. يعني من جمال الصدف أو من جمال الحظوظ اللي نحب نكتسبها الشعراء وهو اكتسبها، أن أشرف على أعمال فنية لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان، الله يسكنه الجنة ويغفر له. فهذا يعني شيء يخلد في سيرة هذا الشاعر ويجعل الشاعر كذلك صفة مغايرة. عضو في مجلس شعراء الإمارات وعضو في تلفزيون دبي وكذلك إذاعة دبي، يكتب الشعر بشكل رائع. أنا قال لي علي شوين إنه يعني هو أكبر منه، أنا ما أعرف من الأكبر، ولكن يا مرحبا والله بالشاعر حسان العبيدي. حياكم الله بالخير. أول شيء أرحب سمو الشيوخ، واليوم أتشرف بوجودكم طال عمرك الشيخ سعيد والشيخ هيثم. طبعا أنا من زمان كنت دائما أكلم الشيخ أقول أتمنى إن شاء الله بأمسية، فاليوم عاتبني قال لي وأخيرا، فحضورك يا طويل العمر على راسي. مساكم الله بالخير. في البداية طبعا أحب أشكر إمارة الشارقة ومركز الحيرة الأدبي وكل من أشرف على هذه الأمسيات الجميلة. الأستاذ بطي أستاذنا الكبير ما قصرت، والله يعطيك الصحة والعافية، وإن شاء الله نكون على قد المسؤولية اللي اتيحت لي. أبيات في صاحب السمو رئيس الدولة. أقول طول بعمرك يا أبو خالد ولا نعدم وجودك، ما نشل الهم وانت حي يا سمح المحية، الوطن والشعب والتاريخ والواقع شهودك، والقمر والشمس والمريخ ونجوم الثريا. الوطن والشعب والتاريخ والواقع شهودك، والقمر والشمس والمريخ ونجوم الثريا. يا شبيه العود زايد في سخا نفسك وجودك، كل ما تبرز لشعبك كن زايد عاد حية، مثل ما زدنا بزوده سيدي زدنا بزودك، وانحنى العالم لوقفاتك وفزعاتك وحية، عطر التاريخ شاله بالفخر من دهن عودك. لك سنام المجد والناموس في كفك، تهيأ مدها لو من بعيد، نحبها ورقة سنودك، واشهد ان عيال زايد عزوتك ان قلت هيا. هذه الأبيات في صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي. طبعا الشيخ ما يحب المدح، لكن هاي والقصيدة هاي مش مدح، هذا واقع. نحن قاعدين نعيش في دولة الإمارات وخاصة في الشارقة. يعني أقول يا مساء حرف القصيد السيد الحرف وأديبه، شيخنا اللي له ربوع الشارقة ذعذع شذاها، في غيابه ندعي له وفي حضوره نحتفي به، وتبتسم كل الوجيه اللي بطاريه التباهى.
في غيابه ندعي له وفي حضوره نحتفي به، وتبتسم كل الوجيه اللي بطاريه اتباهه، نفتخر به في حضوره نفتخر به في مغيبه، وين ما شرف سموه ديرته يسعد مساها. راعي الفضل ومعلي بيرق الشعر وحبيبه، ما تباهى بالقصايد القصايد به تباهى، كل ما تبغي توصف بعض طيبه ما تجيبه، لكن تنومس بذكر اسمه ومعروفه نباهى، ولا هو ما يرجي المدحه ولا يبغي نثيبه. القصايد هي تحبه حتى لو ما يباها، حقنا نفخر بشيخ كل وقفاته مهيبه، طور بلاده وعززها وعلى مستواها، لين صارت للثقافة دار تكريم وهيبة، وامست دروب القوافل كلها تجبل جداها، والعروبة وين ما يذكر وطنها تنتخيبه، لأن سلطان العروبة لن تخد قاموا نخاها، كم حفظها من ضياع وكم حماها من مصيبة، وكم بذل ماله وجهده لأجل ذود عن حماها، كم كتب من حبره الزاهي وسطر من عجيبه، شدت انظار اللبيب واذهلت منه قراها. هذا غير هذا معجم التاريخ من وفى نصيبه، غير هذا معجم التاريخ من وفى نصيبه، غير شيخ منهله يروي الضوامي من ضماها، شيخ يبذل للغة فكره قبل عن بذل جيبه، لأجل تبقى شمسها وسموه الشمس بسماها. بارك الله في جهوده زاده الله عز هيبه، واسعد أهل الشارجة بسموه واسعد مساها. أقول وهذا أنت الغدير اللي غدر بالضامي العطشان، وهذا أنت السراب اللي خدع في تبعه أقدامي، أجيك من العطش حامل هجير الخافق الضميان، أريد تبلي لي ريج العطش وتردني ضامي، أجيك من العطش حامل هجير الخافق الضميان، أريد تبلي لي ريج الهوى وتردني ضامي، أبي منك العطش حتى أموت بخاطرك والهان، وأبي منك الظما مهما تشوف بعينك أحلامي. أنا عشت العطش طفل يجسد صورة الحرمان، أنا عشت العطش طفل يجسد صورة الحرمان، رضعت من الظما حتى كبرت وكبرت آلامي، سقيت من العطش صوتي جروحي دمعي الهتان، سقيت من الظما حس القصيد الملهم أقلامي. أنا مهما عطشت ألقى بصحراء عزتي غدران، وأنا مهما ضميت أرفض غديرك يسقي عظامي، أفضل بالعطش موت يعذب داخلك إنسان، وأفضل بالظما عمر يجمل باقي أيامي. هذه أستاذ بطي غناها خالد عبد الرحمن. حاضر. هذه طبعا أحد الأخوة طلبها مني، الله يطول لي بعمرك. أنا أقول أنا يا ابن التراب من التراب ولا عليه زود، أنا يا ابن التراب من التراب ولا عليه زود، سوى أن الله عززني ولي قدري ولي شاني، خلج تعرف مقامي وين، وأن الجود بهل الجود، وأن الأول الأول، وأن الثاني الثاني، أبد ماني بحاجة من يعلم قلبي المنقود، أعرفه قبل ما أعرفك لأنه أبوي رباني، ولا تحسب كلامي لك عتب ما في المعاتب فود، ولا تحسب شموخي ينكسر لو عشت وحداني، حسبت إنك هدية عمر وإنك لي غلا وورود، ولكن خابت آمالي وبان الغدر بزماني، على الله لو فهمت القصد ولا فاتك المقصود، أنا ما عاد يعنيني ولا فرقاك عناني، أنا ببقى مثل ما أنا شموخي للسما ممدود، لأن الطيب من طبعي وأترفع عن الداني، أنا ببقى مثل ما أنا شموخي للسما ممدود، لأن الطيب من طبعي وأترفع عن الداني، وأنا أكبر من التحجيم
راسي شامخ كالطود، ومتحدي شموخي من تحدى باس. وجداني وجودك والعدم واحد، ولكنك أبد موجود، ولا قربك رفع شاني ولا في بعدك أعاني. أنا ذوق وحياتي ذوق، وكل طيب لطيب يعود. نسيتك قبل ما تنسى، مع أنك صعب تنساني. أنا لحظة فرع عمرك، وجودي يرد ضعف الجود، ولكني في نفس الوقت أتحب من تحداني. سلامتكم، السموحة منكم. وأكرر شكري للأستاذ بطي على هذه الدعوة، وإن شاء الله كنت قد الله يطول بعمرك.